بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة جريد 5، تعالوا مع بعض النهارده نحل ريفيجن بسيط على اختبار مارس. طيب، في 5 مودلز من أسئلة كتاب المعاصر اللي لسه نازلة جديدة. تعالوا مع بعض نقول الأول مواصفات الامتحان هتبقى عاملة ازاي. أولا الامتحان بتاعنا يا شباب عبارة عن 2 جروبس. فيرست جروب عبارة عن 2 question choose و 4 question في السكند جروب اللي هي الأسئلة المقالية بتاعتنا. في نقطة بقى المراجعة دي داخل فيها يعني جزء من الجيومتري. الحقيقة الامتحان داخل لغاية الأسبوع الخامس فقط لا غير، تمام؟ فبالتالي اللي داخل معانا الجزء بتاع الألجبرا، يعني اللي داخل معانا بالضبط unit 7 و8 و9، تمام كده يا شباب؟ unit 10 أو بداية الجيومتري مش داخلة معانا خالص في الامتحان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض الفيرست جروب. question number 1 بيقول لي لو أنا عندي 2 over 3 equal a over 12 then a equal، عايزة أعرف ال a بتساوي كام. طيب ركز معايا يا شباب بقى علشان دوت ال equivalent fraction اللي احنا أخدناه. طيب إزاي أجيب ال a number of a، عايزة أعرف هيجاب إزاي. طيب يا شباب كنا بنقول لنفسينا ال 3 بقت 12. طيب عشان 3 تبقى 12 عملت لها multiply كام؟ شطار، multiply 4 زي ما عملت في الديمينيتور multiply 4 هعمل في النيميريتور كمان multiply 4. يبقى 4 multiply 2 يبقى ال a بتاعتي هتبقى بكام؟ ب 8. تمام كده؟ يبقى أنا هاشوف ال3 اتغيّرت، كبرت، بقت 12، يبقى عملت لها multiply 4 وزي ما عملت في الديمينيتور هاعمل في النيميريتور. يبقى هاقول 4 times 2 equals 8. تعالَ معايا في question number 2. الجزء بتاع الجيومتري يا شباب أنا هاحله، ولكن زي ما اتفقنا مع بعض إنه مش داخل في الامتحان. بيقول لي عندي triangle الside length بتاعه 5 سنتيمتر و6 سنتيمتر، إحنا متفقين مع بعض آدي الtriangle، تمام كده؟ واحد 5 والتاني 6، عايزين نعرف الthird side بكام. طيب الراجل بقى اداني معلومة وقال لي إن هو isosceles triangle. إحنا اتفقنا مع بعض إن الisosceles triangle عنده 2 side equal in length and 1 side different، تمام كده؟ يعني عندي 2 side equal in length، يبقى الثيرد side الضلع التالت بتاعي يا إما هيكون ب5 أو هيكون ب6. حضرتك هتشوف مين في التشوز اللي موجود سواء 5 أو 6. 5 يبقى أنا هاختار letter B. تمام كده يا شباب؟ تعالَ معايا في الsecond group والأسئلة دي مهمة جدًا، جدًا very important، مهمة جدًا. طيب إزاي أعمل mixed number times proper؟ أولًا حضرتك لازم تحوّل الmixed دوّة لimproper. طب أعمل إيه يا ميس؟ times plus، تمام كده؟ فهاقول 1 times 3 3 3 plus 2 5 يبقى 5 over 3 multiply. هاكتب الفراكشن التاني زي ما هو، هاكتب 3 over ال5 وبعدين هاعمل الكروس بتاعي واشوف هل ينفع اعمل simplest form ولا لأ. طبعًا ال3 divided by 3 دي هتكنسل دي وال5 دي هتكنسل دي، يبقى equals كام؟ 1. يبقى نقول تاني حبيبي، أول ما تلاقي الفراكشن اللي عندك mixed حوّله لimproper على طول. تمام كده يا شباب؟ طيب عندي في letter B قال لي 10 minus 7 و3 over ال4. ده أنا عندي whole minus الميكسد. طب دي أعملها إزاي يا ميس؟ حضرتك لازم هتحول الwhole لميكسد طبعًا. طب أحوله إزاي؟ هاخد من ال10 1 هتبقى كام؟ 9. تاني هاخد من ال10 كام؟ 1 فال10 هتنقص هتبقى 9. أوكي؟ ال1 اللي أخدته ده أنا هاحوله لفراكشن. طب يا ميس ال1 whole يتحول لفراكشن يبقى 2 over 2 3 over 3 4 over 4، يا ترى مين فيهم؟ قال لي على حسب الديمينيتور اللي معاه. إيه ده؟ يعني هو هيغش من الميكسد اللي جنبه. أيوه، فالديمينيتور عندي 4 يبقى الفراكشن عندي ال1 whole اللي أنا أخدته هاحوله ل4 over 4 minus 7 3 over ال4 equals.
تمام كده. يبقى تاني ال10 هاخد منها 1 هول هتنقص هتبقى 9. ال1 هول اللي انا اخدته هحوله لفراكشن. يا ترى الفراكشن بتاعي هيبقى كام؟ هيبقى 4 اوفر ال4 ماينس هنزل الفراكشن التاني زي ما هو اللي هو الميكسد وابتدي اعمل الماينس. 9 ماينس 7 2 وبعدين 4 ماينس 3 1 وادي ال4 هتنزل زي ما هي. question number 2 دي ستوري جميلة. بيقول لي if the price of 3 over 4 kilogram of banana is 30 pound find the price of 1 kilogram. أنا عايز أعرف هو ال 1 كيلوجرام سعره قد إيه. تمام كده. طب تمام أنا هعمل إيه؟ أنا كده هعمل divided. طالما طلب 1 كيلوجرام يا شباب يبقى هعمل divided. يبقى هقول له كده the price equal هعمل كده 30 divide 3 over 4. طيب تعالوا بقى نتفق مع بعض اتفاق ان ما ينفعش اعمل divided بالمنظر ده. طب انا هعمل ايه ميس؟ انا هحول الديفايدد دي لمالتيبلاي. تمام كده يا شباب. يعني انا هعمل كده اولا هعمل ال30 دي اوفر ال1 ادي 30 اوفر ال1 يبقى انا كده ثبتت ال30 وبعدين الديفايدد دي هحولها لتايمز وعلشان قلبت الديفايدد خليتها تايمز هشقلب الفراكشن التاني. يعني بدل ما هو 3 اوفر ال4 هخليه 4 اوفر 3. يبقى نقول تاني هنثبت ال30 وهشقلب الديفايد دي هخليها تايمز وعلشان حولت الديفايد لتايمز هشقلب الفراكشن التاني اللي تحت هخليه فوق واللي فوق هخليه تحت. فبدل ما يبقى 3 اوفر ال4 هخليها 4 اوفر 3. يا ميس طب ما اشتغلتش ديفايدد ليه؟ لا حضرتك ما ينفعش تشتغلها ديفايدد لازم تحولها لي لتايمز. تمام كده. تمام تعالى نشوف الكروس بتاعنا وينفع اعمل simplest فورم ولا لا. تعالى بص معايا ادي الكروس بتاعي اهو. هل ال3 وال30 اقدر اعمل لهم simplest form؟ ايوه divided by 3 divided by 3. هو لازم يبقى برقم واحد يا ميس؟ ايوه لازم اعمل الاثنين simplest form ب1 digit. يبقى 3 divided by 3 equal 1 و30 divided by 3 equal كام؟ 10. مين اللي اتبقى فوق يا حلوين؟ اللي اتبقى فوق 10 multiply ال4 واتبقى تحت 1 times 1. ادي ال1 اهي عشان ما حدش بس يقول لي فين ال1 التاني. خلاص يبقى 40 over ال1 اللي هي بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي 40 باوندز. سهلة جدا وما فيهاش أي حاجة خالص. طيب تعالى معايا في question number 3 وبعدين بيقول لي x plus 2 and quarter equal 5 and 3 over 7. أنا عايزة ال value of x. يا ولاد اتفقنا مع بعض اول ما بلاقي البلس او الماينس يعني بعمل بار موديل. فاكرين البار موديل بتاع الترم الاولاني؟ طريقته سهله جدا 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 يا شباب. تعالى افكرك كده بسرعه البار موديل دوت بيتعمل ازاي. قال لي اولا فوق هنا بكتب البيجست نمبر وتحت بكتب باقي الارقام. يا ميس هو انا لو عندي مساله بلس تعالى كده لو قلت لك 2 مثلا بلس 3 equal 5 فين البيجست نمبر يا شباب؟ البيجست نمبر في البلس دايما بعد الايكوال مش كده؟ فيبقى اذا في اي مساله بلس البيجست نمبر بتاعها بعد الايكوال. الشاشه راحت فين بس؟ طيب لو انا عندي ماينس هقول لك 5 ماينس 3 هتقول لي كام؟ 2. هو فين البيجست نمبر في الماينس؟ دايما فيرست ديجيت اول رقم. يبقى نقول تاني لما يجيني ميسنج نمبر في البلس او في الماينس انا بفضل انهي طريقه البار موديل. عمر الولاد ما بيغلطوا فيها ابدا. الجزء اللي فوق دوت بكتب فيه البيجست نمبر وبكتب تحت باقي الارقام. طيب البيجست نمبر في اي مساله فيها بلس بعد الايكوال وجبت لك الدليل اهو 2 بلس 3 ايكوال 5. فين البيجست نمبر؟ ال5. طب في الماينس فين البيجست نمبر؟ الفيرست ديجيت اول واحد. يا ميس دي مسألة بلس. طيب زي ما اتفقنا مع بعض فين البيجست نمبر؟ بعد الايكوال ده البيجست صح كده؟ يبقى انا هكتب كده 5 3 over 7 ده البيجست نمبر واكتب تحت x اللي اتبقى بكتبه تحت 2 and quarter.
وبعدين دايما اقول لولادي علشان اجيب الاكس اخبي الاكس كده هعمل ما بينهم ايه؟ هعمل ما بينهم ماينس. هعمل ما بين الرقمين دولت ايه يا شباب؟ عشان اجيب الاكس هعمل ما بينهم ماينس. تمام كده؟ يبقى هكتب كده 5 3 over 4 plus 2 سوري 3 over 7 سوري 3 over 7 equal to 1 over 4. تمام كده؟ طيب اتفقنا مع بعض عشان نعمل بلس او ماينس، دي طبعا برضو ماينس. تمام، اتفقنا مع بعض علشان نعمل بلس او ماينس خلاص كده لازم يكونوا لايك ديمينيتور. هل الديمينيتور هنا شبه بعضه؟ لا. طب اعمل ايه؟ هعمل كروس، هعمل لهم تايمز هما الاتنين. انا هعمل هنا تايمز 4 تايمز 4 وهعمل هنا تايمز 7 تايمز 7. ليه الطريقه دي يا ميس؟ علشان اوحد الديمينيتور بتاعي. طب بص كده معايا، ادي كده دي 5 3 ملتبلاي 4 12 و4 تايمز 7 28 minus 2 1 تايمز 7 7 over 4 تايمز 7 equal 28. كده انا خليت الديمينيتور بتاعي 28. الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب تعالى امسك الهول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن. 5 minus 2 3. طيب 12 minus 7 فيها كام؟ 5 over 28. تمام كده يا شباب، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب بيقول لي 11 divided ال 4 equal 2. انا بقى عندي missing number هنا، عايز اعرف مكان الاكس ده يتكتب كام. بصوا يا شباب، لما يجي يقول لي 11 divided ال 4 هو كده انا لو كتبتها كده كفراكشن انا كده ما عملتش حاجه. 11 divided ال 4 هي 11 over ال 4 مش كده؟ طيب equal 2x over ال 4 صح كده؟ انا عايزه اعرف الاكس بكام. طيب بذمتك مش هو كده حول من improper ل mixed؟ هو كده عايز يحول من improper ل mixed. طيب من improper ل mixed كنا بنعمل ايه؟ divide صح كده؟ تمام. الحقيقة أنا كنت بعلم الولاد كذا طريقة. تعالوا مع بعض طريقة الديفايدد. بصوا احنا اهو هعمل 11 divided ال 4 اللي في تيبل 4 يدينا 11. مفيش أقرب حاجة لل... ل... في تيبل 4 لل 11 اللي هي كام؟ 8 اللي هي 2 multiply ال 4 equal 8 minus اتبقى كام يا شباب؟ 3. يبقى أنا لما أجي أكتب الميكسد نمبر بتاعي هكتب الريزلت بتاعه 2 واللي اتبقى الريميندر بتاعي اللي هي 3 اوفر الديمينيتور. تمام كده؟ تمام. طيب في طريقة تانية اللي هي ال 11 اوفر ال 4. كنت بقول للولاد دايما اعمل ماينس الديمينيتور. ماينس الديمينيتور على طول اول ما تلاقي ان هو امبروبر او ما تلاقي عندك امبروبر فراكشن ماينس الديمينيتور. طيب وزود الهول نمبر 1 يعني ال1 فراكشن اللي انت خدته زوده في الهول 1. طيب يبقى 11 ماينس ال 4 equal كام؟ 7 over ال 4. لسه اللي فوق أكبر من اللي تحت، لسه النيميريتور أكبر من الديمينيتور. هعمل ماينس 4 تاني، وبما إني خدت 1 fraction هزود على الهول 1 يبقى كام؟ 2. يبقى هتبقى 3 over ال 4. برضه وصلنا لنفس النتيجة. عايز تشتغل بطريقة الديفايدد اوكي، ادي طريقة الديفايدد طلع الناتج اهو. عايز تشتغل بطريقة الماينس برضه الناتج طلع كده. يبقى كده الاكس معايا ايكوال كام؟ 3. كده الاكس يا ولاد ب 3. تعالى معايا في question number 4. بيقول لي سارة walked 1.5 كيلومتر and أماني walked 2 and 2 over 5 كيلومتر more than. خدت بالك؟ سارة how many kilometer did أماني walked؟ عايزين نعرف أماني مشيت قد إيه. طيب أنا عندي سارة مشيت المسافة دي، خلاص كده أماني مشيت المسافة دي أكتر من سارة
أكتر من سارة، يبقى أماني مشيت قد إيه؟ يبقى هعمل ما بينهم بلس عشان أقدر أعرف أماني مشيت قد إيه. يبقى هقول أمان walk أو walked بقى، هقول 1.5 plus 2/5. تمام كده يا شباب؟ طالما أنا عندي بلس وماينس لازم أعمل like denominator. تمام. هعمل الإيه الكروس مالتيبليكيشن اللي قلنا عليه، هعمل times 5 times 5 times 2 times 2. هنزل ال 1 واعمل 1 times 5 5 2 times 5 10 plus ادي 2 نزلت زي ما هي 2 multiply 2 4 و 2 times 5 10. نعمل الهول مع الهول 1 و 2 3 وبعدين 4 plus 5 9 وعندي ال 10 ثابتة زي ما هي ما بتتحركش من مكانها كيلو متر. ده كده حل موديل 1. تعالى معايا في موديل 2. طالما بلس وماينس لازم اعمل لايك ديمينيتور. هسأل نفسي سؤال، هل ال 5 اقدر اوصلها لل 10؟ ايوه، ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. تاني انا عايزه اخليهم لايك ديمينيتور. اسأل نفسي سؤال، هل السمولست نمبر ده اقدر اوصله للجريتست؟ ايوه طبعا. فال5 هعمل لها ملتبلاي 2 وزي ما عملت ملتبلاي 2 في الديمينيتور اعمل كده في النيميريتور، يبقى هتبقى 2 over 10 plus 1 over 10 يبقى equal 3 over 10 وهختار letter B. تعالى معايا في الماينس، خلي بالك البلس والماينس والتايمز والديفايدد اساسي في امتحان الشهر. هاخد الهول مع الهول 7 minus 6 equal 1 3 minus 2 1 وال5 هتنزل زي ما هي. يا رب سؤال زي ده في الامتحان ما يكونش فيه اي مشكلة خالص، حتى هو جابها لي لايك ديمينيتور. تعالى معايا في question number 2. أول سؤال فيه عايز بلس. يا ميس طالما بلس وماينس لازم يبقوا لايك ديمينيتور. هسأل نفسي سؤال قبل ما أعمل الكروس مالتيبليكيشن، هل ال2 أقدر أوصلها لل8؟ أيوة يا ميس، ال2 دي ممكن أعمل لها تايمز 4 تايمز 4 عشان تبقى 8، يبقى دي 6. 1 تايمز 4 4 2 تايمز 4 equal 8 بلس ادي 2 وال5 over 8 تنزل زي ما هي. 6 بلس 2 هاخد الهول مع الهول تبقى 8 وبعدين 5 بلس 4 equal كام يا شباب؟ equal 9. تمام كده، وال8 تنزل زي ما هي. طيب هل ينفع النيميريتور يبقى أكبر من الديمينيتور؟ لا، الكلام ده ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ هجري بسرعة أعمل ماينس الديمو. أنا دايما بدلع كده الديمينيتور وأقول عليه ديمو. هعمل ماينس 8. أول ما تلاقي النيميريتور أكبر من الديمينيتور اجري بسرعة ماينسه من الديمينيتور. اعمل ماينس 8 على طول على طول. بص هتلاقي الموضوع سهل خالص. وزود الهول نمبر 1 وانت بتعمل ماينس الديمينيتور زود الهول 1، يبقى ده هيبقى 9 و9 ماينس 8 1 اوفر ال 8. طيب تعالى معايا في المالتيبلاي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ميكسد. هحوله لايه؟ هحوله لامبروبر. تايمز بلس 7 تايمز 2 14 بلس ال 1 15 اوفر ال 2 مالتيبلاي 2 وخليها اوفر ال 1 علشان يبقى شكله فراكشن تعرف تتعامل معاه. تمام كده. تعالى نشوف السمبلست فورم بتاعنا. يا ميس انا دايما بقول للولاد اللي شبه بعضه بيكنسل بعضه. بص ده شبه ده الاتنين يكنسلوا بعض. طب اتبقى كام؟ اتبقى 15 فقط لا غير. طيب question number 2 بيقول لي سامح studied Arabic for 2.25 hours and English for 45 minutes. How many hours did سامح study in all؟ طبعا بيقول لي in all دي يعني هعمل بلس. حبايبي الحلوين بقى اللي حافظين معانا اليونت بتاعت التايم، خدنا ال 45 hours دي معناها ايه؟ دي 3 over ال 4 hours صح؟ دي 3/4 ساعة صح كده؟ 3 over 4 hours من ضمن الحاجات في اليونت تايم اللي قلنا تتحفظ. يعني الهاف هتساوي 30 minute والكوارتر بتساوي 15 minute
صح؟ مش إحنا كنا بنحفظ الكلام ده؟ فال45 minutes equals 3 over ال4. طب أنا حولتها لفراكشن عشان أقدر أعمل بلس، صح كده؟ يبقى هقول كده سامح study in all equal 2 and a quarter plus 3 over ال4. يا ميس بقت سهلة كده جدًا، جدًا، وكمان الدينومينيتور ثابت فما فيش مشكلة. يبقى ال2 هتنزل، ما عنديش هنا whole number، الwhole number هنا 0، خلاص 1 و3 4 over ال4. وبعدين بعد ما عملت بلس دي مش بتفكرك بحاجة؟ لأ بتفكرني يا ميس، بتفكرني إن دوّة whole number، يبقى أقول له 2 plus ال1 equal كام؟ 3 hours. تمام كده؟ تمام. question number 3 بيقول لي سلوى bought a box of pen contains 6 pens for 75 pounds. Find the price of each pen. الكلمة دي بقى هتعرفني كويس أوي إن ده معناه divide. each pen دي يعني divide، يعني هو مديني التوتال وطالب each pen. طيب هو عايزه كميكسد نمبر، أوكي تمام. فأنا هعمل كده، هقول له each pen equal 75 divided 6. تمام. أنا هاعمل long division حبايبتكم كلكم، طبعًا كلنا بنحب الlong division طبعًا كل الكلام ده كدب. طيب هناخد number 1 الnumber 7 دوّة هاعمل 7 divided 6 اللي في table 6 يدينا 7 ما فيش. أقرب حاجة ليه، أنا دايمًا كنت باقول للولاد كده اكتب table 6 على الجنب أهو. خلاص، علشان يبقى إيه، سهل قدّامك إنك تشتغل. طيب دَوّر على الnumber 7 ده في الإجابات دي، ما فيش. إيه أقرب رقم لnumber 7؟ ال6. تاني هادوّر على ال7 في الإجابات بتاعتي دي، خلاص، عشان في ولاد حافظين الtable بالتسلسل ده يعني. ال7 أدوّر عليها في الإجابات مش موجودة. طب أقرب حاجة ليها مين؟ ال6 اللي هي كانت مع مين؟ مع ال1. أطلع فوق وأكتب 1 وأنزل تحت وأكتب 6 وأعمل minus 7 minus 6 remainder كام؟ 1. مين عليه الدور ينزل؟ ال15. دَوّر معايا يا باشا على number 15 في الtable. لا يا ميس ما فيش. طب أقرب حاجة لل15 في الtable مين؟ هي ال12 اللي كانت ال6 مع مين؟ مع ال2. أطلع فوق وأكتب 2 وأنزل تحت وأكتب 12 وأعمل ما بينهم minus 15 minus 12 كام؟ 3. تعالَ نكتب الmixed number بتاعنا، ده الquotient بتاعي، الناتج بتاعي 12 وبعدين ال3 ده remainder، صح كده؟ فأنا هاكتب الremainder over الdenominator اللي هو مين؟ ال6. وبعدين يا ميس أنا لقيت إن ال3/6 دي أقدر أعمل لها simplest form. يوه! هو أنا لسه هاعمل simplest form؟ معلش اضغط على نفسك شوية. ال3 وال6 أعمل لهم divided by كام؟ الاتنين هاعمل لهم divided by 3. 3 divided by 3 equal 1 و6 divided by 3 equal 2. كلمة simplest form يعني الاتنين هاعمل لهم divided b1 digit، خلاص، وأوصّلهم لآخر حاجة. ف3 divided by 3 equal 1 و6 divided by 3 equal 2. هل ال1 over ال2 أقدر أعمل لها simplest form تاني؟ لأ مش هينفع. طيب يعني هو question number 4 ده المفروض إن أنا أعمل له skip بصراحة، لإن كده هو مش داخل في الامتحان. بس نقوله للمعرفة، أنتم كده هتاخدوا الجزء دوّة إن شاء الله بإذن الله بعد ما نرجع من الاختبارات. بيقول لي find the area of the rectangle. طيب إحنا واخدين من سنة رابعة إن الarea بتاعة الrectangle عبارة عن الlength multiply الwidth، والراجل مديني الlength ومديني الwidth، فأنا هاخد الاتنين دول وأعمل لهم multiply. على فكرة هو الموضوع سهل جدًا، بس هو كل الحكاية إن هو مش داخل في الامتحان. طيب دوّة mixed هاحوّله لimproper، فأنا هاعمل times plus 2 times 2 4 plus ال1 5 يبقى 5 over 2 multiply 1 times 5 5 plus ال3 8 over ال5. تعالَ نشتغل مع بعض ونشوف مع بعض الcross بتاعنا. طيب إحنا هنشوف الcross بتاعنا ماشي إزاي. فأنا ال5 شبه ال5 فالاتنين دول كنسلوا بعض بتساوي 1. طب ال2 وال8 divided by 2 equal 1 divided by 2 equal 4. تاني ال2 وال8 الاتنين هاعمل لهم divided by 2 أهو.
divided by 2 equal 1. ال 8 divided by 2 equal 4. فالناتج بتاعي equal 4 سنتيمتر سكوير. طالما قلت اريا اليونت بتاعتها سنتيمتر سكوير. تعالى معايا في موديل 3. أول سؤال بيقولي 11 divided 3. تمام أهو هحوله لفراكشن، إيه المشكلة يعني؟ طيب أدور على 11 over 3 مش موجودة عندي. طب ماشي أعمل إيه يا ميس؟ عادي جدا هعمل long division وهشوف 3 multiply 1 equal 3 3 multiply 2 equal 6 3 multiply 3 equal 9. إيه ده أقرب حاجة لل 11 مين؟ ال 9 اللي هي كانت مع ال 3. يبقى أنا هعمل minus 9. 11 minus 9 equal 2. طيب يبقى الريزلت بتاعي كام؟ 3 والريميندر اللي اتبقى over 3 over الديمينيتور اللي هي أصلا لتر B. طيب يا رب يا رب يبقوا فاكرين من سنة رابعة، هو البنتاجون اللي شكله عامل زي البيت ده عنده كام سايد؟ زمان واحنا صغننين كنت بقعد اعمل لك بيت كده عشان تقعد تفكر في الشكل كده وايه ويثبت في دماغك. بنتاجون بيت، بنتاجون بيت عنده كام سايد؟ 1 2 3 4 5. يبقى انا هختار لتر 5. تعالى معايا في second group question number 1 letter E. هعمل 10 minus 9 and 5 وقلنا الهول minus الميكسد. لا ده انا هحول الهول لميكسد. اوكي هاخد من ال 10 ايه 1 هتبقى 9. طب هو يميس ال 1 هول اللي انت خدتيه ده انا هحوله لفراكشن. طب كام اوفر كام؟ غش من اللي جنبه 5 اوفر 5 ماينس هاخد الفراكشن ده وهكتبه زي ما هو. حلو الكلام. 9 minus 9 0 مش هكتبه. 5 minus 1 4 over ال 5. تعالى في السؤال اللي بعديه دوت بلس لازم يبقوا لايك ديمينيتور. طيب اسال نفسي هو الصغنون ده اقدر اوصله لل 15؟ ايوه يا ميس هعمل ملتبلاي 5. ممتازين. فانا هكتب الفراكشن الاولاني زي ما هو وبعدين هكتب 2 1 times 5 5 over 15 equal. تمام كده هاخد الهول مع الهول يبقى 1 plus 2 equal 3 واعمل fraction 10 plus 5 15 over 15. هو انت ما خدتش بالك من حاجة؟ ايوه يا ميس خدت ال 15 over 15 دي لازم احولها ل 1 فانا هكتب 3 plus ال 1 equal كام؟ 4. خلي بالك لو ما وصلتش المسألة للآخر المسألة هتنقص فيها. طيب أنا عايزة أعرف هي الكي دي بتساوي كام؟ ميس الغلطة بقى إن في ناس بيقولوا لي هنعمل بار موديل. الكلام دوت في البلس والماينس بس. بار موديل بلس وماينس. طيب بلس وماينس بس. سوري خلاص بار موديل بلس وماينس بس. طيب الكي دي انا هعملها بقى ازاي؟ انا هعمل فراكشن كده واسال نفسي هو 1 تايمز كام يدينا 1 برضه. طب ال 3 تايمز كام يدينا 12؟ طبعا الفوق. يبقى الناتج بتاعي 1 over 4. طيب اقول لك على طريقه اضمن. بص يا باشا زمان وانت صغير كنت بقولك هو 3 تايمز كام كان بيدينا 15. فكنت تفكر كده اللي في تيبل 3 يدينا 15 يعني من الاخر كده كنت بتعمل 15 divided 3 equal 5 صح كده؟ نفس الكلام هنعمله هنا. هاخد اللي بره ده divided اللي جوه. اللي بره ده divided اللي جوه يعني اقول 1 over 12 divided 1 over 3. تمام. بصوا انا مثلتها لك بحاجه صغنطوطه عشان تبقى مركز معايا. خلاص 3 تايمز كام يدينا 15 فانا هعمل 15 divided 3. بص انا بحاول اخليك تشوف المساله بكل الطرق.
المرة الأولانية إحنا حليناها عادي خالص، عملنا fraction وكتبنا 1 فوق وقلنا 3 times كام يساوي 12 equal 4. ما خدتش مننا 5 دقايق. عايز تعملها بطريقة الdivided ما عنديش مشكلة خالص، يبقى 1 over 12 divided ال 1 over 3. قلنا قبل كده مفيش divided بيتحل في الفراكشن. طب أعمل إيه؟ هثبت ال 1 over 12 وهشقلب الdivided تبقى times وهشقلب الفراكشن التاني بدل ما هو 1 over 3 هخليه 3 over ال 1. تمام كده؟ تمام. بص معايا. طيب بالنسبة بقى للكروس بتاعنا يا ترى 3 و 12 أقدر أعمل لهم simplest form؟ أيوه هعمل divided by 3 divided by 3. لازم أختار النمبر ينفع للرقمين، يعني ينفع أعمله divided by 3 للاتنين. ف 3 divided by 3 equal 1 و 12 divided by 3 equal كام؟ 4. يبقى الناتج 1 over 4. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب 1 over 4 divided k equal 1 over 5. الحقيقة دي من أكتر الأسئلة اللي الطلبة بتتضايق منها، فأنا دايما أقول لهم اعملها بأرقام صغيرة زي ما أنا عملتها لك كده هنا أهو عشان تعرف بتتحل إزاي. فأنا لما كنت باجي أقول لك هو ال 45 divided كام تدينا 9، كنت بتقولي استني كده يا ميس أنا هعمل 45 divided ال 9 هتدينا 5، صح كده؟ فكده أنا هعمل divided لأن ده عندي البيجست نمبر، ده الرقم الكبير. هعمل 45 divided ال 9 فأنا هكتب كده 1 over 4 divided 1 over ال 5. واتفقنا مع بعض إن ما ينفعش أعمل divided للفراكشن، فأنا هثبت الفراكشن الأولاني وهشقلب الdivided أخليها times وهشقلب الفراكشن التاني بدل ما هو 1 over 5 هخليه 5 over ال 1. طيب هل ال 5 وال 4 أقدر أعمل لهم simplest form؟ لا الكلام دوت ما حصلش. فأنا هاخد اللي فوق كده مع بعضه هقول 1 times 5 وآخد اللي تحت كده مع بعضه وهقول 4 times ال 1 يبقى 5 over ال 4. طيب ينفع النيميريتور يبقى أكبر من الديم ولا ما ينفعش؟ فأنا هاجري عليه وهماينس منه الديمينيتور، يعني أقول له ماينس 4 وأنا بكتب ماينس 4 هاجري على الهول نمبر وأزود 1. ما أنا خدت فراكشن هزوده على الهول هيبقى 1. طب 5 minus 4 equal كام؟ equal 1 over ال 4. question number 3 بيقولي شهاب has 1.5 liter of fruit juice if he drank quarter liter of juice each day. هما كل يوم بياخد quarter liter. How many days will it take until the juice is finished؟ هياخد وقت قد ايه لغاية لما finished يخلص الجوز ده. تمام كده؟ يبقى أنا هقول له the number of days. أنا كده هقسم ال 1 لتر and half على الكوارتر، يبقى أنا أقول 1 and half divided ال 1 over ال 4. يا ميس دوت ميكسد، حوله يا بابا الامبروبر على طول وانت مغمض ما تقلقش خالص، وما عنديش ديفايدد اشتغله للفراكشن فهحوله لمالتبلاي وهشقلب الفراكشن التاني. شوف قلناها كم مرة النهارده، ركز بقى. يبقى دلوقتي 1 times 2 plus ال 1 1 times 2 2 plus ال 1 3 يبقى 3 over ال 2 multiply 4 over ال 1. تعالى نعمل الكروس بتاعنا. خلي بالك ان دايما ال 3 وال 1 مش باجي ناحيتها ملهاش simplest form. طب تعالى معايا كده ال 2 وال 4، بص كده معايا 2 وال 4 اقدر اعمل لهم simplest form؟ طبعا الاتنين موجودين في تيبل 2 يبقى هعمل divided by 2 divided by 2. تمام كده يبقى divided by 2 equal 1 4 divided by 2 equal 2. طيب تعالى معايا في الجزء اللي فوق هقول 3 multiply 2 وتحت 1 times 1 يبقى 6 over ال 1 اللي هي equal 6 days. بيقول لي عبير put 2 and a quarter kilogram of tomato وكمان جابت 3 kilogram of potatoes and 1 and a half kilogram of onion. طيب
how many kilograms of vegetables did she buy؟ يبقى اشترت قد ايه من الكيلوجرامز. تمام، يبقى انا هقول النمبر of kilogram equal 2 and a quarter plus 3 plus 1 and a half. بص بقى، ريح دماغك خالص، اعمل لي كده 2 براكت، ادي براكت وادي براكت، طبعا هنا في بلس واعمل براكت تاني. جمع الهول نمبر مع بعض. ميس معلش فين الهول نمبر ده؟ بص كده معايا، جمع ال2 مع ال3 مع ال1، يبقى 2 بلس 3 بلس ال1. طيب واجمع بعد كده مين؟ ادي الفراكشن مع مين؟ ادي الفراكشن، جمع 1 over 4 بلس 1 over 2. سهلة اهي. طيب 1 و2 و3 equal 6 بلس، تعالى بقى نشوف الفراكشن، التو فراكشن دول، تعالى نعملهم تاني 1 over 4 بلس 1 over 2. خلاص، طب عشان اعمل بلس لازم يبقوا like denominator. طيب يا سيدي، فانا هسأل نفسي هل ال2 اقدر اوصلها لل4؟ ايوه، هعمل لها multiply 2 يا ميس، صح كده؟ فدي بقت 1، طبعا دي 6 بلس هنا 1 over 4 بلس 2 times 1 2 over ال4. حلو كده، يبقى بتساوي 6 و3 over ال4، 1 و 2 3 وادي ال4 نزلت زي ما هي. تمام كده، يبقى نقول تاني، انا خدت الهول نمبر مع بعض وخدت الفراكشن مع بعض. الفراكشن عملت لهم لايك ديمينيتور، خلاص، فال2 عملت لها ملتبلاي 2 عشان اوصلها لل4، خلاص، فالفراكشن دول طلع الناتج بتاعهم 3 over ال4 وادي ال6 جنبها اهي. طيب قدرنا نوصل لموديل 4. ركز معايا في موديل 4. بيقول لي ايه بقى يا شباب؟ بيقول لي half divided الكي equal to، احنا عايزين نعرف الكي بكام. احنا اتفقنا مع بعض ان في الديفايدد لو جيت قلت لك 15 divided كام equal 3، هتعمل ال 15 divided ال 3، فانا هعمل ال half divided ال 2. بص بقى كده معايا، ادي كده half divided ال 2 يا ميس، مفيش divided لفراكشن، اوكي، يبقى half الديفايد احولها لتايمز، وبعدين ال2 دي هشقلبها. ميس اشقلبها ازاي؟ ايوه، اي هول نمبر اصله اوفر 1، فلما اجي اشقلبه هقول 1 اوفر 2. تمام كده، يبقى الريزلت بتاعي كام؟ 1 اوفر 4 اللي هو الليتر دي. طيب question number 2 مش جاي في الامتحان، مش هعمل له سكيب، هنحله عادي خالص. بيقول لي the area of rectangle اللي الدايمنشن بتاعي 2m وهاف، الام دي يعني متر، خلاص، ده كده اللينس وده كده الويدث. كلمة دايمنشن يعني اللينس والويدث، خلاص كده. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان الاريا بتاعة الريكتانجل اللينس ملتبلاي الويدث، فانا هعمل 2 تايمز الهاف. قلنا اي هول نمبر اصله اوفر 1. تمام كده، فال2 مع ال2 هعمل لها كانسل، دي هتساوي 1 يبقى ايكوال 1. هكتب بقى متر سكوير علشان دوت اريا، يبقى هختار لتر ايه. تعالى معايا في البلس، مهم جدا البلس دوت، تعالى ركز معايا فيه. دلوقتي انا عايزه اعمل بلس فلازم اعمل لايك ديمينيتور. اول ما تلاقي الاتنين مش برايم نمبر ولا واحد فيهم برايم نمبر، فانا هضطر اعمل ال سي ام. بص يا شباب، انا عارفه ان طريقه ال سي ام سهله بالنسبه لكم بس بتاخد وقت وفي ناس كتير بتكنسل. معلش، لما تلاقي واحد منهم برايم ما تعملش ال سي ام، خلاص. لو لقيت انك تقدر توصل السمولست نمبر لجريتست نمبر زي ما عملنا قبل كده ما تعملش ال سي ام. لكن الاتنين دولت مش برايم، خلاص، فلازم انا مضطره اعمل ال سي ام ليهم. يلا فك ال6 عباره عن كام؟ 2 ملتبلاي 3، سوري نمسح الشرطه الجميله دي. طيب 2 تايمز 6، 2 تايمز 3 equal 6. طبعا ده كده انا وصلت للاود نمبر فعملت عليهم سيركل. ال4 هفكها ل 2 ملتبلاي 2 والاتنين دولت اود، عملت عليهم سيركل، فهكتب 6 equal 4 equal واعمل لاين واكتب ال سي ام. طيب ال6 عباره عن 2 ملتبلاي 3
ال4 عبارة عن 2 multiply dash بعد كده times 2. يا ميس هي ال2 دي ما حطيتهاش تحت ال3 ليه؟ لازم اللي شبه بعضه يتكتب تحت بعضه، ده أساسي. طيب الLCM بقى أنا باخد اللي شبه، يعني هاخد كله مع بعضه، يعني الاتنين دول زي بعض كده هاخد منهم واحدة times واخد من ال3 دي مفيش 3 تحتيها بس هاخدها برضه، وال2 مفيش فوقيها حد أي نعم بس أنا هاخدها برضه times 2. خلاص كده 3 times 2 equal 6 6 times 2 equal 12. يبقى أنا عندي ال LCM كام؟ 12. يبقى أنا هثبت الديمينيتور عندي ل 12. طبعا هنا 12، شوفوا أنا عملت إزاي 12. طيب اتفقنا مع بعض في ال LCM هعمل divided مع الديمينيتور وهعمل times مع النيميريتور. يعني إيه ميس الكلام ده؟ اعمل 12 divided 6 equal 2، اللي يطلع multiply ال 5 يبقى 2 times 5 equal 10. 12 divided ال 4 equal 3. 3 multiply 3 equal 9. تمام كده؟ فأنا هتبقى الناتج بتاعي 10 plus 9 equal 19. يا ميس ما ينفعش اللي فوق يبقى أكبر من اللي تحت. تمام، اجري ماينس منه الديمينيتور ماينس 12، وانت بتعمل ماينس زود على الهول نمبر 1 عشان انا خدت فراكشن ب1 هول. طيب واعمل 19 ماينس 12 equal 7 over 12. خلصت المسألة على كده. طيب تعالى معايا في الماينس دي، ال3 اقدر اوصلها لل6. ايوه multiply 2 multiply 2 يبقى 3 1 over 6 minus 2 2 over 6 equal. حقيقة المسألة دي مهمة جدا جدا، كتير من الولاد بيتلخبطوا فيها. ركزوا بقى معايا، غير لك القلم مخصوص. طيب حضرتك هتعمل ال 3 minus 2 هتبقى 1، هتيجي تشوف ال 1 minus ال 2 هتبقى doesn't go. متنفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص. طب اعمل ايه يا ميس؟ قال لي حضرتك هتاخد من الهول 1، هتعمل بور 1 من الهول، هنستلف 1 من الهول، فال 3 دي هتنقص هتبقى كام؟ 2. طيب انا استلفت 1 هول من الهول نمبر، وانا بستلف هعمل بلس ال 6 ما انا استلفت نقصت ال 3 بقت 2. تمام كده؟ فانا هعمل هنا بلس 6 فهتبقى كام؟ 7 over 6 minus 2 over 6. 2 minus 2 0 و 7 minus 2 equal 5 over 6. تعالى نقول تاني، يعني ما بحبش اعدي حتة وانت ممكن تكون ملقلق منها. ال 1 minus ال 2 doesn't go، ما تنفعش، فهعمل برو 1 من الهول نمبر، فالهول نمبر ناقص بدل ما يكون 3 هيبقى 2. طيب انا استلفت 1، فال1 هول ده عبارة عن 6 over 6، عشان كده اجري عليه على طول اعمل بلس 6. تمام كده؟ ف6 plus 1 7 و7 minus 2 5 وخلصت المسألة على كده. تعالى معايا في question number 2، بيقول لي if the price of one pencil is 3.5 pounds. ده برايز ايه بقى؟ 1 pencil. find the price of 4 pencils. اداني سعر قلم واحد وطالب التوتال، ده تايمز يا ميس. يبقى ده هعمل ايه؟ تايمز، يبقى هقول له كده زي price equal 4 times 3.5. طيب حضرتك دوت ميكسد هحوله ليه برافو امبروبر، اي ميكسد قدام احوله لامبروبر على طول. يبقى 4 times 3 times 2 6 1 7 over 2. ده هو النمبر قوله اوفر 1 علشان يعني يبقى للنظر بتاعك كويس معقول، فراكشن وفراكشن. طب ال1 وال7 ماليش دعوه بيهم، انما ال2 والفورم اقدر اعمل لهم simplest form، هقول divided by كام؟ 2. 2 divided by 2 equal 1. 4 divided by 2 equal 2. 2 times 7 equal 14. واكتب بوند. طيب question number 3 بيقول لي باسم put 1.5 kilogram of apples. طيب اشترى كمية دي من الابلز و 2.25 kilogram من البنانا. find in kilogram is the total mass. total يعني plus، احنا عايزين نعرف اشترى كله كام، وادي كلمة and كمان اهو.
ولا تزعل نفسك. يبقى هقول له كده التوتال بتاعي بيساوي 1.5 plus 2 and quarter. في نقطة عايزة أقول لك عليها، إحنا طول الوقت بنحول بنعمل like denominator. أنا عايزة أعملها بطريقة الdistributive أو بطريقة إن أنا أجمع الwhole number مثلًا، بننوع في طريقة حل المسائل. خد الwhole مع الwhole plus خد الفراكشن مع الفراكشن. فاكر؟ هاخد مين بقى 1 plus 2 وآخد الhalf plus الquarter. فاكرين؟ طيب 1 plus 2 equal 3 plus. تعالى نعمل like denominator الفراكشن بتاعنا ال2 عشان احولها ل4 هو multiply 2 هتبقى في الفراكشن ده 2 over ال4 plus 1 over ال4. يبقى تبقى 3 plus 3 over ال4 اللي هي بتساوي 3 و 3 over ال4. تمام كده يا شباب؟ بيقول لي هبة needs 4.5 kilogram of flour to make pies. هي عايزة تعمل كيك يعني بالفلور اللي هو LDE. If each pie needs 3 over 4 kilogram of flour, find how many pies can هبة make. تمام كده؟ كده each pie خلاص عايزة 3 over 4 kilogram من الفلور، عايزة الكم دوت من الدقيق. طيب يبقى أنا كده هعمل كام بايز؟ تمام كده؟ فأنا والله محتاجة إن أنا أعمل divided، هقسم بقى صح كده؟ يبقى number of pies equal 4.5 divided 3 over 4. تمام كده؟ تمام. يا ميس مفيش divided للفراكشن. اوكي، هحول الميكس دوت لامبروبر، ف 4 times 2 8 plus ال 1 9 يبقى 9 over 2 times 4 over 3. تعالى معايا بقى نشتغل مع بعض. ال 2 وال 4 بالكروس ده هل هقدر اعمل simplest form؟ ايوه divided by 2 divided by 2 divided by 2 equal 1 divided by 2 equal 2. طب ال 3 وال 9 divided by 3 divided by 3 divided by 3 يدينا 1 divided by 3 equal 3. طب اللي اتبقى فوق اتبقى فوق 3 times 2 over 1 times 1 equal 6. يبقى اتبقى 6 بايز. يبقى هي محتاجة 6 بايز تعملهم يا ولاد. طيب تعالى معايا في موديل 5 بيقول لي 3 over ال 8 plus 5 over ال 8 plus ال 1. يا شباب مصر منين ما الاقي ال 1 عندي هفكها على حسب الديمو اللي معايا، يبقى هفكها ال 8 over ال 8. تمام كده؟ طيب فانا هكتب كده 8 وهقول 3 plus ال 5 8 و 8 16. فيبقى كده 16 over ال 8 كأني بقول 16 divided ال 8 مش 16 over ال 8 هي 16 divided ال 8 equal 2. equal ايه يا شباب؟ 2. طيب تعالى معايا في question number 2 بيقول لي ايه بقى؟ السؤال ده مش داخل في الامتحان. بيقول لي عندي triangle السايد لينس بتاعه ب 6 و6 و6. ده كده اسمه ايه؟ اسمه equilateral triangle. equilateral triangle يعني all side are equal in length، كلهم قد بعض بالظبط. هتاخدوا الكلام ده ان شاء الله باذن الله بعد ما نرجع من امتحان شهر مارس. طيب انا عايزه اعرف الام بتاعتي بكام. طيب حضرتك ال10 بقت 5 فهي صغرت، فعملت لها divided by كام؟ divided by 2 شطار. فال12 هي كمان هعمل لها divided by 2 فالام بتاعتي بكام يا شباب؟ ب6. الام ب6. طيب السؤال اللي بعديه برضو فيه ايه؟ ماشي دوت بلس يا شباب. طيب بس في نقطة بقى سهلة جدا، الناتج بتاعي ب1 وانا قلت لحضرتك اي 1 فكه. فك ال1 ده لكام؟ 11 over 11. يا ميس هو انت فكيتي لي 11 ليه؟ لا فكيته حضرتك ل 11 علشان الديمينيتور عندي ب 11 انا غشيت اهو. فالام بتاعتي بيساوي 6 over 11. ممتازين. 5 بلس كام يدينا 11؟ ال6.
السؤال اللي بعده بيقول لي ازاي اعمل بلس. طيب هاخد الهول مع الهول وكل حاجة، بس انا عندي الديمينيتور مش واحد، مش لايك، فانا هعمل multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. طيب يبقى دي 4 2 times 5 10 over 50 plus ال 1 3 multiply ال 50. يلا يا شباب 4 plus 1 هاخد الهول مع الهول يبقى 5 10 plus 3 13 over 50. طبعا ملهاش simplest form والدنيا تمام زي الفل. بص معايا question number 2. الشباب بقى لما يشوفوا السؤال ده هيتخضوا جدا 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 رغم ان هو سؤال تافه. انا قلت لك قبل كده لما يكون عندك تايمز للفراكشن وعندك هول نمبر قول له اوفر 1، مش هتقلق كده. ركز بقى معايا. انا قلت لك تعالى نشوف الكروس بتاعنا ما بين اي اتنين فراكشن وشوف ينفع يتعمل لهم simplest form ولا لا. طيب ال2 هتروح مع ال2، الاتنين هيكنسلوا بعض، اللي شبه بعضه يكنسل بعضه، فال2 هتروح مع 2 equals 1. تمام. مين اللي اتبقى لي؟ ال 3 over 4. والله ما حد جه ناحيته خالص، يبقى الناتج بتاعي 3 over 4. بس كده يا ميس، بس كده يا ميس. طيب تعالى معايا في question number 3. طيب بيقول لي مايا has 5.5 cakes. اوكي، مايا معاها الجزء ده. she gave ادتها 2 and 3 over 4 the cakes to her brother حسن. تمام. how many cakes are left؟ يا ميس انا هعمل ماينس، عايزين نعرف اتبقى مع البنت كام، فهعمل 5.5 minus 2 3 over 4. تمام. هنعمل لايك ديمينيتور عشان ده ماينس. هل اقدر اوصل ال 2 لل 4؟ ايوه، هعمل multiply 2 multiply 2 يبقى 5 2 over ال 4 minus 2 3 over ال 4 يبقى 5 minus ال 2 equals 3. او 2 minus 3 doesn't go. يا ميس هضطر امسح الهول، الكلام ده مش هينفع. اوكي. طيب 2 minus 3 doesn't go، الكلام ده مش هينفع يا ميس. طب اعمل ايه؟ هعمل بور 1 من الهول نمبر فهيبقى 4 واجري اعمل بلس كام 4. ما انا هزود، انا عملت بور 1 استلفت 1 راح عند ال 2 بفراكشن خلاص، فاقول بلس 4 يبقى كام 6 over ال 4 minus 2 3 over ال 4 يبقى equals 4 minus 2 2 6 minus 3 3 وال4 تنزل زي ما هي واكتب كيكس. حلو الكلام، كلام جميل. آخر سؤال يا حبايبي بيقولي سامي bought 2.5 كيلوجرام of oranges. تمام، هو اشترى الكمية دي من الأورنج. if the price of 1 kilogram of is 20 pound، لو 1 كيلوجرام ب20 يبقى how much money did سامي pay؟ يبقى هو هيدفع كله كام؟ يبقى اكتب كده سامي pay equal 2.5 multiply ال 20. تمام كده يا شباب. يا ميس انا عندي ميكسد هحوله لامبروبر، يبقى 2 times 2 equal 4 plus ال 1 equal 5 over 2 multiply 20 وهعمل over 1 علشان اعرف اشتغل الفراكشن براحتي من غير ما اتلخبط. طيب ال 2 وال 20 يا ولاد هل اقدر اعمل لهم simplest form؟ ايوه، هعمل divided by 2 divided by 2 2 divided by 2 equal 1 و 20 divided by 2 equal 10. اللي اتبقى فوق 5 multiply 10 1 multiply 1 يبقى 50 باوندز. هو ده المبلغ اللي سامي هيدفعه. حبايبي الحلوين، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في حل الريفيجن النهارده. اشوفكم على خير في ريفيجن جاي ان شاء الله باذن الله.